في البدء أعتذر عن الأسبوع الفائت، لأن هذا العرض كان مبرمجا مع النظريات التي قدمها كل من الإخوة محمد وعصام، نظرا لالتزامي بالمجلس الوطني للجمعية التي أشتغل فيها. أعرف بنفسي. أولا أستاذ رضوان، التعليم الابتدائي بمحمد عابد الجبلي، مدينة القنيطرة. يعني حاصل على الإجازة في السوسيولوجيا، تخصص السوسيولوجيا القروية، أستاذ باحث مهتم بالسوسيولوجيا التربوية، عضو المجلس الإداري لجمعية شعلة التربية والثقافة، نائب مندوب نفس الجمعية بإقليم القنيطرة، رئيس دار الشباب سابقا ولاد وجيه، وفاعل جمعوي ومؤطر وطني. تابع لوزارة الشباب والرياضة، حاصل على دبلوم مديرين ودبلوم تكوين المكونين، وأيضا مجتاز لتدريب اقتصاد للجمعيات، أيضا حاصل على شهادة التسيير البيداغوجي والمالي للجمعيات. هذا باقتضاب ورقة تعريفية. بالنسبة للعرض اليوم هو النظرية الجشتالتية، والتي تدخل في النظريات المعرفية. والجيشتالت ربما كان من الأنسب أن تقدم مع العرض الذي قدمه كل من الإخوة محمد وعصام، باعتبار أن كل نظرية تأتي على نقيض وانتقاد النظرية التي سبقتها. وربما الجيشتالت هي التي أعادت الاعتبار للمتعلم باعتباره كائن يفكر، وأعادت الاعتبار للعقل للتدبر ويعني بطريقة علمية وليست طريقة سلبية كما رأينا مع السلوكية. محاور العرض كما هي موضحة في الشاشة التفاعلية. أولا النظرة التاريخية، المفاهيم الجيشتالتية، مبادئ التعلم في النظرية الجيشتالتية، التطبيقات التربوية لنظرية الجيشتالت، ثم أهم تجارب الجيشتالت. ربما من الملاحظ على أننا نتناول الجيشتالت كما هو، يعني هذا المفهوم، هذا المصطلح، لأنه ليست هناك ترجمة حرفية يعني للمصطلح، واحتفظ باسمه الأصلي كما هو، ولكن دلاليا يعني هو يعني الشكل أو الصيغة أو الهيئة أو المجال الكلي. معنى أن الجيشتالت دلاليا أعيد يعني الشكل أو الصيغة أو الهيئة أو المجال الكلي. ربما هناك مشكل عند الأخ عبد السلام، من أرجو أن يقدم له الأخ أبو آدم يعني بعض الشروحات لكي يتفاعل معنا باللغة العربية. ربما هو إذا نتميم العرض. يمكن تعريف نظرية التعلم ككل بأنها مجموعة من النظريات التي تم وضعها في بداية القرن العشرين الميلادي، وبقي العمل على تطويرها حتى وقتنا الراهن. ومنها المدرسة الجيشتالتية التي ظهرت على يد ماكس فريتنر، كورد كوفكا، وبافلوف جالش كوهل. وهؤلاء العلماء هم المؤسسون الذين رفضوا ما جاءت به المدرسة السلوكية من أفكار حول النفس الإنسانية، فقاموا بإحلال المدرسة الجيشتالتية محل المدرسة الميكانيكية الترابطية، وجعلوا من مواضيع دراستهم سيكولوجيا التفكير ومشاكل المعرفة. ونتعرف على النشأة، وهي مقاربة تاريخية ربما مقتضبة جدا، تقتصر على تقديم الرواد بتاريخ الميلاد والوفاة وأهم يعني مؤسسيها. يعتبر ماكس فريتهيمر هو مؤسس النظرية الجيشتالتية، وقد انضم إليه في وقت مبكر كوهل وكيرت كوفكا، وبعد ذلك انضم إليهم كيرت ليفن. وقد تبنى ليفن طريقة وإن كانت متأثرة بالأسلوب الجيشتالتي، إلا أنها مختلفة إلى الحد الذي جعل معظم علماء النفس يعتقدون بأنه مؤسس لنظرية الجيشتالت، وأطلقوا عليها اسم نظرية المجال، لأن هذو هما أهم مؤسسي ورواد النظرية الجيشتالتية.
نظرية الجيشتالت واحدة من بين عدة مدارس فكرية متنافسة ظهرت في العقد الأول من القرن العشرين كنوع من الاحتجاج على التصور الجزئي للسلوك البشري، واعتباره عملية آلية لا تخضع إلا لمثيرات العالم الخارجي الجزئية وللميكانيزمات الفيزيولوجية داخل الكائن الحي. وهذا ما كان عليه الحال في النظرية السلوكية مع سوروكان وتورمونديك كما رأينا في العرض السابق. ولكن هذا التصور لا يفسر الظاهرة النفسية باعتبارها ذات مجال انتشار معين ولها مقوماتها الخاصة، وتعجز عن تفسير العمليات العقلية العليا كالتفكير والذاكرة والذكاء. وقد عارض أصحاب نظرية الجيشتالت النظر إلى النفس البشرية باعتبارها ليست أكثر من المجموع الكلي لأجزائها المكونة لها. أليس العقل أكثر من مجرد مجموعة أو خليط مما يحتويه؟ أليست الألحان الموسيقية أكثر من مجرد النغمات المكونة لها؟ وهل المربع هو مجموع 4 خطوط مستقيمة و4 زوايا قائمة فقط؟ ولذلك نظرت مدرسة الجيشتالت إلى السلوك البشري باعتباره سلوكا كليا يحدث نتيجة لوجود الكائن الحي في مجال معين، يسبب في ذات الكائن مجموعة من الدوافع أو التوترات تجعله يسلك بطريقة معينة حتى تزول حالة توتر هذه. بمعنى أن المبدأ العام الذي يفسر انتشار اتجاهات السلوكية لدراسة السلوك وتفسيره هو أنه لكل فعل رد فعل يكافئه في القوة وقد يزيد عليه، ومضاد له في الاتجاه، بيد أن الإسراف في ميكانيكية وآلية تفسيرات السلوكية كان لابد له من اتجاه مضاد وبالتالي ولكن في مواجهات أخرى ومن تأثير مراكز قوة مختلفة. ونرى الرجوع لكي نفهم الجيشتالت وكيف جاءت هذه النظرية. إذن هناك إشارة وانتقاد للاتجاه السلوكي كما جاء في هذه الفقرة. هكذا نشأت اتجاهات الجيشتالت والمجال في علم النفس متخذة نبراسا لها دينامية العلم الطبيعي كما يتمثل في الفيزياء، وتفتح آفاق الرياضيات التطبيقية كما تأثرت بنسبية إينشتاين. وبذلك استطاع علماء مدرسة الجيشتالت أن يضادوا آلية الفيزيولوجيا بديناميكية الفيزياء وجمود العلاقات الغير طبيعية بمرونة قوى المجال كما جاء في تدخل الأستاذة مع الشاشة التفاعلية. لهذا سميت بنظرية المجال وموجهاته. وقد اختير لعرض الاتجاهات العامة لأصحاب هذه المدرسة مصطلح هام كما سبق وتدخلت إحدى الأستاذات في الرسائل المكتوبة، هي نظرية المجال. رغم أن هناك فرق بين اتجاهات أصحاب مدرسة الجيشتالت وهم الرواد التجريبيين الأول وبين ليفن صاحب نظرية المجال شيوعا، لأن هذا ليفن هو الذي طور نظرية الجيشتالت فيما بعد والتي أصبحت تعرف بنظرية المجال. ولذلك تختلف نظرية الجيشتالت في فهمها للتعلم اختلافا جذريا عن وجهات النظر السابقة، بل أنها تتناقض تناقضا حادا مع وجهات النظر المعاصرة لها والخاصة بالتعليم، والتي تقوم على التركيز على قضايا مثل كيفية ارتباط المثير الشرطي بالمثير الغير الشرطي، أو كيف للمثير المعزز أن يزيد من احتمال صدور الاستجابة بحضور مثير معين. فالتعلم الحقيقي بينه وبين ما يسمى بالروابط الأخرى فالأساس في التعلم هو الفهم والاستبصار والإدراك. وهذه هي المفاهيم الأساسية والمصطلحات الأساسية التي اعتمد عليها الجيشتالت، وسيأتي تفسيرها في ما سيأتي من خلال هذا العرض. إن القضية إذن الأساسية في نظرية الجيشتالت هي قضية الاهتمام بالتناقض بين ما يسمى بالكليات التي تساوي تماما المجموع الكلي للأجزاء المكونة لها،
وهذا ما جعل مدرسة الجيشتالت تهتم بالكيفية التي تنمي بها الكائنات الحية فهمها لبيئتها بما يسمح لها بالتكيف مع هذه البيئة بصورة كبيرة. إذن ربما الجيشتالت تنطلق دائما من الكل نحو الجزء. إذن ندخل إلى المفاهيم الأساسية لنظرية الجيشتالت، وستلاحظوا أنني غيرت من تصميم العرض لأن هناك الجيشتالت صاغت أو ربما ابتكرت هذه المفاهيم من بعض التجارب المشهورة في هذه النظرية، وهي نظرية تجربة القرد وتجربة العصا، وما يعرف تجربة الصندوق وتجربة العصا التي سنتعرف عليها بعد أن نتعرف على مفهوم الجيشتالت. إذن قلت كما تقدم في أول العرض أن الجيشتالت دلاليا يعني الشكل أو الصيغة أو الهيئة أو المجال الكلي، والجيشتالت حسب فيرتمير هو كل مترابط الأجزاء باتساق وانتظام، حيث تكون الأجزاء المكونة له في ترابط دنيا فيما بينها من جهة ومع الكل ذاته من جهة أخرى، فكل عنصر أو جزء في الجيشتالت له مكانته ودوره ووظيفته التي تتطلبها طبيعة الكل. نعم أخ كريم، وربما في تفاعله اقرأ باختصار تعتمد على الاستفسار. نعم، هذا الاستفسار سنتعرف عليه في المفاهيم التي اعتمدتها النظرية الجيشتالتية. إذن كما سبق وأن قلت قبل التطرق للمفاهيم سنتعرف على أهم تجارب النظرية الجيشتالتية والتي منها استخلصت المفاهيم وأيضا طرقها في التعلم والجديد التي جاءت به هذه النظرية انتقادا للنظريات السابقة أو التي عاصرتها. أولا تجربة الصندوق ثم تجربة العصا. نظرا لطول العرض وربما حاولت اختصاره قدر الإمكان، سنقتصر فقط على تجربة الصندوق يعني بالصور وبالشرح لأهميتها، باعتبار أن تجربة العصا هي تزكية لتجربة الصندوق وتتم لاستخلاص المفاهيم والمصطلحات التي اعتمدتها نظرية الجيشتالت. أولا تجربة الصندوق، نعم هي قام بها كوهل بوضع أحد القردة العليا وهو جائع في حظيرة يتدلى منها من سقفها موز كما يظهر في الصورة التقريبية، لا يستطيع الوصول إليها لنيلها، وكان في الحظيرة عدة صناديق فارغة تقع في مجال إدراك الحيوان. إذن هذا هو الجديد الذي أتت به تجربة الجيشتالت، هي تعتبر على المجال، تعتبر على فعالية المتعلم وعلى مدى إدراكه للمجال وما يحيط به وما هي الأشياء التي ممكن أن يستعملها للوصول إلى المعرفة. هذا بالتقريب لهذه التجربة كما سنرى في خلاصات هذه التجربة. بدأ الحيوان بمحاولات كثيرة، وهي من طبيعة أيضا الحيوان للحصول على الطعام، لكنه لم ينجح وارتد في مؤخرة الحظيرة مستسلما وغاضبا. وفجأة اندفع إلى أحد الصناديق. إذن هذا اكتشاف وإدراك للمجال وما يحيط بالمجال من أشياء يمكن استعمالها. أخذ يزيحه حتى أصبح أسفل الموز، ثم حاول مرة أخرى ولكنه لم يفلح. بعدها ستأتي المحاولة الناجحة بعد اليأس والانفعال لينطلق نحو الصناديق، ثم وضع صندوقا فوق الآخر حتى أصبح الموز في المتناول، وهو ما نرى في الصورة الأخيرة. عفوا نعم، ثم انتهى إلى وضع الصناديق فوق بعض مما جعل الموز في متناوله. إذن هذا هو ربما آخر
ما وصل إليه هذا القرد بذكائه وباستعماله وبإدراكه لما يوجد في المجال الذي وضعه فيه. إذن من هنا تأتي المفاهيم. وأول مفهوم أساسي تعتمد عليه نظرية الجيشتالت هو الاستبصار أو التأمل، ويعني الإدراك العقلي المباشر للعلاقات بين أجزاء الموقف وفهم طريقة عمله بكيفية الوصول إلى الحل المناسب له. وكلما كان الإدراك واضحا كان الاستبصار للمواقف فعال ويمكن الفرد من حل مشكلاته. هنا نحيلكم إلى التجربة التي سبق أن عرضناها، هي تجربة القرد، حيث استطاع أن يربط بين الصندوق الموجود في الحظيرة والموز واستخدمه كوسيلة للوصول إلى الموز. إذن كان الإدراك واضحا، كان الاستبصار للمواقف فعالا، وبالتالي استطاع القرد أن يحل مشكلة الوصول إلى الموز. الفهم والاستبصار هو تحقيق الفهم الكامل للأشياء، ويكون التعلم قد تم حصوله إذا كان هناك استبصارا، والفهم هو هدف التعلم عند أصحاب الجيشتالت. إذن هنا دائما إحالة إلى التجربة. فالقرد استطاع أن يفهم أن الصندوق يمكن أن يكون وسيلة للحصول على الموز. التنظيم. إذن بعد الاستبصار والفهم يأتي المفهوم الآخر، هو التنظيم. تنظيم الجيشتالت أي أنه جيشتالت تم تنظيمه بطريقة خاصة ومميزة، وفهم تلك البنية يعني فهم طريقة تنظيمه. وقد كان تكوين مبادئ التنظيم الجيشتالتية للإدراك إسهاما رئيسيا لهذه المدرسة، وقد انتقلت المبادئ مباشرة إلى سيكولوجيا التعلم، مثل هنا القرد ليس الكلب، حين نظم الصناديق بطريقة تسهل له الوصول إلى الموز. إعادة التنظيم. إذا استطاعت الكائنات الحية إدراك وفهم كل موقف جديد بصورة مباشرة وصحيحة وبدون أي صعوبات، فمعنى هذا أنه لا توجد حاجات للتعلم، ولكن الكثير من المشكلات تتم بصورة يصعب حلها إذا ما واجهناها لأول مرة بسبب غموض معناها. ولا يصبح الحل ممكنا إلا إذا أمكن التعرف بوضوح على الملامح الرئيسية للمشكلة، وظهرت بعض الدلائل التي تجعل من الحل أمرا ممكنا. وهكذا فإن التعلم غالبا ما ينطوي على تفسير إدراكنا الأول للموقف المشكل وإعادة تنظيم الإدراك حتى نحقق النجاح. هنا الجيشتالت هنا ينفون على أن خلال التعلم ممكن للمتعلم أن يعيد الأخطاء التي سبق وأن وقع فيها، وبالتالي هنا يعتمدون على الإدراك بالدرجة الأولى وعلى الفهم ثم التنظيم ثم إعادة التنظيم للوصول إلى حل المشكلة وبالتالي تحقيق التعلم. المفهوم السادس هو المعنى. التعلم الحقيقي لا يتطلب إقامة ارتباطات تحكمية بين العناصر غير المترابطة، بل إن السياق التعليمي لا يتطلب إقامة المعنى، بل ينطوي على الانتقال من موقف تكون فيه الأشياء لا معنى لها إلى موقف تكون فيه العلاقات بين الأجزاء مفهومة وذات معنى. فخاصية المعنى وليس الارتباط الأعمى هو الذي يمثل السمة المميزة للتعلم الحقيقي. لاحظوا هنا حينما نقول الارتباط الأعمى دائما هم في إشارة إلى انتقاد للمدرسة السلوكية، لكن هنا يعني أن يكون الارتباط له معنى حقيقي لكي يحصل التعلم. لو عرضت على طالبة المرحلة الابتدائية مثلا أشكال هندسية وفواكه فسوف يقومون بالربط بينها عشوائيا، ومن الصعب أن تربط بين عناصر غير مترابطة. مثلا لو رسمنا لتلاميذ مثلث بضلعين ولم أرسم الضلع الثالث فهذا لا يعد له أي معنى، بمعنى أنه لا يمكن أن يحيل ضلعين إلى هندسة أو شكل المثلث لأنه ليس له أي معنى. الانتقال. إذن
نعم أكيد الأخت ملكة، هذا ما ينتقده يعني الجيشتالت في باقي المقاربات والمقاربات التعلم التي تعتمد على الحفظ الآلي والتطبيق الآلي. يعني انتقال الاستبصار الذي تم الحصول عليه إلى مواقف أخرى تشبه في بنيتها الموقف الأول، ولكنها لا تختلف عنه إلا في التفاصيل السطحية. فالتعلم الأعمى القائم على الارتباط من غير المحتمل أن يكون قابلا للتعميم إلى المواقف الأخرى ذات الصلة أو إلى المشكلات المشابهة. والاستبصار الحقيقي هو الذي ينتقل إلى المجالات المرتبطة، مثل الطالبة التي تتعلم الكمبيوتر في معهد، عندما تعود إلى المنزل فإنها تطبق ما تعلمته، وهذا يعني انتقال أثر التعلم. وعليكم السلام أم مريم. إذن أهمية هذه التجارب بالنسبة للأساتذة والمربين، كما قلت وأشرت إلى تجارب كوهر جاءت في وقت كان فيه الأساتذة في أشد الحاجة إلى ما تضمنته من أفكار، فقد ساعدت أفكار سلوكيين وعلى رأسهم واتسون الذي كان يرى مع تلاميذه أن البيئة بما لها من شد وجذب تؤثر في الكائن الحي الذي يستجيب لها بطرق أساسها الغباء، معنى طرق ميكانيكية آلية. وبعد هذا أن العودة إلى نظرة أكثر اتزانا كنظرة كوهر وكوفكا التي أكد فيها مفهوم الاستبصار ودوره في التعلم كانت بمثابة أمل جديد للمعلمين وغيرهم ممن رأوا العودة إلى احترام التفكير والفهم، أو ما يصطلح عليه سوسيولوجيا بإعمال العقل في الفلسفة، إعمال العقل. ولقد كان فضل كوهر عظيما في تخليص الفكر السيكولوجي التربوي من سيطرة سلبية واتسون وثورنديك. إذن هنا قفز على المقاربة السلوكية. هناك بعض الأمثلة التي جاء بها فات هيمر، وهم أهم قادة نموذج الجيشتالتي الذين اهتموا بتطبيق مبادئ في الميدان التربوي، وذلك باقتراح طرق تساعد المعلمين على زيادة الاهتمام بالفهم والتعلم الاستبصاري. وكان أهم هذه المقترحات ما جاء في كتابه الشهير التفكير الإنتاجي، وفيه اختار مادة الهندسة باعتبارها من أنسب المواد الدراسية لتطبيق مختلف المبادئ. إذن خصائص التعلم بالاستبصار: أولا، لا يظهر الاستبصار ولا يتضح في تعلم الحيوانات الدنيا، بينما يتضح في تعلم الحيوانات العليا كما وقع مع الشمبانزي، لما لها من قدرة على الملاحظة. وتتوقف قدرة الفرد على التعلم بالاستبصار على مستوى ذكائه وعمره وخبراته. وهنا علاقة يعني أن هذه المقاربات المعرفية لها يعني خيط ناظم، إما أن تكون أنت كما قلت في البدء يعني تقوم مقاربة على أنقاض أو انتقاد المقاربة التي تلي، أو ترتبط بها بما كما ترتبط مثلا الجيشتالت مع الذكاءات المتعددة. هنا إشارة إلى مستوى الذكاء والعمر والخبرات. دل الاستبصار كذلك على أن هذا النوع من التعلم تسبقه غالبا مرحلة من المحاولات والأخطاء الذهنية لدى الإنسان. اتضح أيضا أن الاستبصار قد لا يظهر على نحو فجائي، بل قد يكون تدريجيا. انتقال أثر التعلم. إذن الاستبصار عند الإنسان: لقد أعيدت تجارب كوهل مرة أخرى وعلى أطفال تتراوح أعمارهم بين 2 و4 سنوات، مع استبدال الرموز بألعاب مغرية يحبها الأطفال. ولقد تبين أن أكثر من نصف الأطفال أدرك الحل بعد عدد قليل من المحاولات. إذن هنا يعني المجال كيف نستغل بالألوان بالمثيرة، بالأشياء المثيرة، مما يحقق الهدف من التعلم. إذن العرض انتهى. آسف إن كنت أسرع. إذا كانت هناك تدخلات، ربما اختصرت الكثير من العرض، اقتصرت على الأهم. إذا كانت هناك يعني تدخلات أو استفسارات مرحبا، وآسف إن كنت أسرع. تفضل الأخ أبو أدم، حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا شكرا جزيلا أستاذنا رضوان على هذا العرض. يعني ولو أنه يعني فيه نياج شريحة إلا أنه مر كالبرق، وهذا لأهميته. والسي رضوان تبارك الله، الله يجزيك الخير، شكرا جزيلا سي رضوان. إذا تناول أستاذنا الكريم في نظرة تاريخية حول تاريخ الجيشتالت وخارج الكلمة، يعني نظرة تاريخية، ثم تناول المفاهيم التي تحدد هذه النظرية الجيشتالتية، مثلا الابتكار، الفهم، التنظيم، إعادة التنظيم، ثم المعنى، الانتقال، وما إلى ذلك. ثم أهم المبادئ أو مبادئ التعلم في النظرية الجيشتالتية، ثم أيضا التطبيقات التربوية لنظرية الجيشتالت، وكذلك أهم تجارب الجيشتالت. بطبيعة الحال هذا الجيشتالت الذي هو كل مترابط الأجزاء باتساق وانتظام، كما أتى في تعريف، أو نعم يمكن أن نقول تعريف لهذه النظرية. هذا الكل بطبيعة الحال فهو يمكن أن نأخذ كلمة قالها السي رضوان، يعني إعادة الاعتبار بالتلميذ أو بالطفل من خلال تناول يعني كشخص ككل، غير مجزأ. إذا مزيد من التفاعل، مزيد إضافات، أشياء جديدة، أو لما لا تساؤلات الأستاذ رضوان الذي بأنه قد أصابته عدوى الطيران. نعم أستاذ الملكة، وهو مرخص لكنه مفيد جدا. إذا إلى اللاقط إلى اللاقط. من له إضافة أو استفسار أو ما إلى ذلك، تعليق، يعني تجارب وما إلى ذلك. إذن الأكيد أن هذه النظرية كما أشار بعض الإخوة فهي من الصعوبة بالمكان، لذلك فهي يعني تحجم الأقلام والأصابع والأيدي عن الرفع، وبالتالي المشاركة فقط شيء من التشارك. أوكي، إذا نطلب تفاعلكم أخوتي الكرام. سنرد الجزء الأول نشر منه أظن هو عرض أو عرضين فقط، من طبيعة الحال ممكن نشره، ولكن بعد استئذان الأساتذة الذين قدموا هذا العرض، الأستاذ عزيز ميد والأستاذي سي عصام. سي فيبوناتشي، أستاذي فيبوناتشي. أوكي، تفضل أخي. أوكي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع الحضور الكرام، وتحية خاصة للأستاذ المحاضر الذي تفضل حقيقة بتقديم هذا العرض القيم، وهو قيم من حيث المعارف الجديدة التي تعلمتها هذه الليلة بكل صراحة، وخاصة التجربة ديال القرد. ولكنني يعني في حاجة ماسة لو تفضل يعني أنه يعطينا التجربة أيضا ديال العصا، ولو حتى في شي فرصة أخرى. هذا من جهة. من جهة أخرى ورد أحد الإخوان على التكست كيف يمكن أن نستفيد من هذه النظرية. حقيقة أن الاستفادة من هذه النظرية كنلقاوها بشكل مباشر وملحوظ انطلاقا من بناء نعم القراءة. نعم أخي أبو علي، القراءة وخاصة في المستويات الأولى. في التحضيري أنتم تعرفون بأن تنطلق من الجملة الأساسية
وما كنمشيوش للحرف باعتباره مكون جزئي للمجال العام ديال الجملة. هذا من جهة. من جهة أخرى عندي واحد الفكرة وردت في التكست أو في العرض، وقال بأن ضلعين، جوج ديال الضلعين إلى شمالهم ما كيشكلوش مثلث، وأنا ربما أرى العكس. هو انطلاقا حتى وإن كانت النظرة الجيشطالتية، هو أن كتكون هناك مجموعة من التراكمات انطلاقا من مباشرتنا لهذا العالم، فتتكون مجموعة من الأشكال ومن الصور. أنا أعطي مثال. أنا أرى بأن العكس هو الذي يحدث، هو أن إلا حطينا لأي شخص جوج ديال الزوايا، جوج ديال الأضلاع، وكيشكلوا زاوية واحدة، فانطلاقا من ما تعلمناه من الأشكال أننا نميل، وأستعمل هذه المسألة ديال نميل إلى استكمال، وهو يعني شعور سيكولوجي، نميل إلى استكمال الضلع الباقي حتى نشكل مثلثا. أو مثلا لا يمكن للإنسان أن يرى دائرة، ارسموا معي مثلا على الهواء دائرة، ولكن كتبقى فيها واحد الحلقة ديال مثلا واحد لارك صغير فيه 2 سنتيم ولا 3. فالإنسان يميل بطبعه إلى استكمال ذلك الشكل حتى يكون دائرة، فلا يعني ما كيرتاحش نكونها ماشي دائرة. هذا هو اللي بغيت يعني اللي لاحظته هو أن نعم العقل يكمل، يقوم بأن قانون الإغلاق بالضبط أخي أبو علي، هذا هو اللي بغيت نقول، هو قانون الإغلاق. فهذه مسألة. ثم أن شي واحد فيكم يقدر يشوف في التكست دابا، يقدر يشوف مثلا على التكست، يقدر يشوف حرف، يعني هذا كاع قسرا، شي واحد يقدر يشوف حرف الفاء وما يشوفش الحروف الأخرى، هذا لا يمكن في الرؤية. يعني حتى على مستوى الرؤية الميكانيكية، كليش نشوف الفاء وما نشوفش مع هذاك الهاء والجيم والخاء والياء إلى ما هنالك، فهي يعني مدركات مرئية بالواجب، يعني بالسيف كتشوفها. إذا هذه هي الملاحظات اللي لاحظت. والحقيقة أن المدرسة الجيشطالتية قد بصمت وخلت واحد الأثر في المسيرة ديال التعلم بشكل لا يمكن تجاوزها أبدا، لأن رسمات وحطات البصمة ديالها بشكل رائع. وأجدد الشكر للأستاذ ديالنا رضوان على هذا العرض القيم، وراني باقي نسالو التجربة ديال العصا. تفضل الأستاذ ديالنا رضوان. ألف شكر أستاذي العزيز. فقط تجربة العصا هي أنا وضع يعني القرد الشمبانزي يعني لأنه عالي الذكاء في قفص، ووضعوا هو أيضا جائع، وضعوا له عصيتين يعني ممكن تركيبهما مع بعض مثل الصنارة، يعني ممكن أنهم يركبهم مع بعض، ولكنهم حطوهم بواحد الطريقة مفرقة. ووضعوا الموز بعيد جدا بحيث لا يمكنه أن يصل باستعمال عصا واحدة، بالتالي عليه تركيب يعني العصيتين معا من أجل الوصول إلى الموز. في المحاولة الأولى حاول أن يصل إلى الموز بيده، طبعا القضبان تمنعه، لم يستطع، وبالتالي جلس يائسا.
لم يعيد المحاولة نعم عصوان نعم آسف، لم يكرر المحاولة باليد، ولكنه حاول أن يستكشف ويدرك المجال المتواجد به، وبالتالي تعرف على العصا وأدرك على أنه يمكن أن يستعين بالعصا كي يصل إلى الموت. استعمل عصا واحدة لم يستطع، ثم يعني فكر في استعمال العصا الثانية وركبها مع بعضها، وفي الأخير استطاع أن يصل إلى الموت. وهنا يعني ليس فجأة، هناك إدراك للمجال، وهذا هو ما يعارضه الجيستالت بشدة. هم يعني لا يعيد. لاحظ أن في تجربة الصندوق أو تجربة العصا القرد لا يعيد المحاولة الخاطئة، فقط حينما يقوم بالمحاولة ويعتبرها خاطئة لا يكررها، وبالتالي هنا يستكشف كما قلت ويدرك الأدوات المتواجدة في المجال. وهنا يأتي كما رأينا دور الاستبصار، ثم يأتي التنظيم والتركيب، وبعدها الوصول إلى المعنى أو التعلم. إذن هذا هو خلاصة تجربة العصا. هناك فقط بعض التطبيقات التربوية على يعني انطلاقا من التجارب كيف ننقلها إلى الميدان التعليمي التعلمي. أولا يجب أن يكون تأكيد الأستاذ الأساسي، يعني هذه خلاصات الطريقة المقاربة الجيشتالتية. قلت يجب أن يؤكد الأستاذ على الطريقة الصحيحة للإجابة وليس على الإجابة الصحيحة في حد ذاتها، وربما هذه هي من الأخطاء التي نرتكبها في التدريس. نركز على ربما الإجابة الصحيحة أكثر مما نركز على طريقة الوصول للإجابة الصحيحة. ثاني شيء هو التأكيد على المعنى والفهم، فيجب ربط الأجزاء دائما بالكل فتكتسب المغزى. فمثلا تكتسب الأسماء والأحداث التاريخية أكبر مغزى لها عند ربطها بالأحداث الجارية أو بشيء أو بشخص هام بالنسبة للطالب، بمعنى أننا لا نقدم معرفة معزولة أو كما يقول أن الجامعة أو المؤسسة التعليمية منغلقة داخل أسوارها، بل عليها أن تنفتح على المجتمع، ومنها ربط المعرفة بما يحدث في المجتمع. ثالثا إظهار المعلم البنية أو الأستاذ البنية الداخلية للمادة المتعلمة والجوانب الأساسية لها، بحيث يحقق البروز الإدراكي لها بالمقارنة بالجوانب الهامشية فيها. وهنا يعني دائما ينطلقون من الكل نحو اكتشاف الأجزاء المكونة لهذا الكل، مع توضيح أوجه الشبه بين المادة المتعلمة الحالية وما سبق أن تعلمه الطالب، مما يساعد على إدراكها بشكل جيد. تنظيم مادة التعلم في نمط قابل للإدراك مع الاستخدام الفعال للخبرة السابقة، وإظهار كيف تتلائم الأجزاء في النمط ككل. النقطة الأخيرة هي تدريب المتعلمين على عزل أنفسهم إدراكيا عن العناصر والمواد والظروف الموقفية التي تتداخل مع ما يحاولون حله من المشكلات، بمعنى أن الابتعاد عن المشوشات واستعمال فقط ما يمكنه من الحصول أو الأدوات التي تمكنه من الوصول إلى المعرفة أو حل المشكلة المطلوب حلها. لأن هذه أهم يعني التطبيقات للنظرية الجيشتالتية في ما يخص العملية التعليمية التعلمية. لن أقدم لكم اللقيط لمن أراد أن يتدخل.